قال لك انا شايف هو ده صح. صح والله، اراء جميله يعني كلها. ايه رايك انت في الحكايه دي؟ لا هي طبعا بتبقى تركيزه يا كابتن مش تكشيره، لكن صعب جدا ان انت وانت بتشتغل تبقى مبتسم، يعني حتى ممكن تبقى وشك فيه صرامه شويه كده، لكن طبعا انا ما باخدش بالي من الكلام ده كله، انا ببقى مركز مع اللعيبه. ممكن في بعض الاحيان تبقى في رساله لاحد اللاعبين، يعني اذا في تقصير في حاجه بيبقى فيه، يعني زي اللقطه اللي جابها زميلي الجميل محمد نصر طبعا. يعني كانت في رساله وقتها، في الوقت في تقصير في اداء بعض المهام، فبيبقى فيه طبعا يعني زي ما بقول للعيب لا يعني اصحى، يعني لكن انت ما تبقاش متعمد تحط وشك في الوضع ده. لا خالص. ولا لان ممكن تكون متعمد، يعني ان انت عايز توري اللعيبه الصرامه لا ولا ببقى مركز، يعني يمكن ما بنتكلم فيها بعد كده، لكن هي كلها تفاعلات وانطباعات طبيعيه جدا، يعني مش محسوبه ولا لكن طبعا اللي محسوب ان الواحد لازم يبقى مركز، لازم الواحد يبقى هادي، لازم الواحد يبقى انفعالاته فيها توازن طبعا، يعني ممكن يبقى في صرامه لكن في توازن في الانفعالات يعني. بس ما جاش حد من اللعيبه قبل كده يا كابتن حسام ليك مثلا وما بينه وما بينك ما لعبتنيش ليه، طلعتني ليه، الكلام ده كله؟ لا بتحصل طبعا. بتحصل طبعا، لكن بتفتح انت المساحه الحواريه دي. بس في توقيتات معينه. يعني ما يجبش طبعا ان دي تبقى مفتوحه على طول كده دون سبب ودون مين اكتر واحد مثلا كان زعلان قوي انه ما لعبش او كده؟ لغايه دلوقتي لسه ما فيش حد طلب معايا فعلا. لغايه دلوقتي وكان في اشاده بالعكس، يعني انا يمكن بعد مباراه دجله على طول اشدت حتى الناس اللي بتخرج بره القائمه كابتن مدحت. طبعا بيبقى في تمرين الصبح واحنا موجودين في المعسكر، الجهاز بتاعي بيروح يعمل تمرين للناس اللي هي خارج القائمه، يعني بيمرنوا طبعا. بيجي لي اشاده طبعا من الجهاز كله، التركيز ورغبه اللعيبه حتى اللي بتبقى موجوده خارج القائمه، وده شيء طبعا ايجابي بالعكس طبعا، وكل الناس بتقول احنا جاهزين. هل ما بتجيبش لعيب مثلا تقول له انت ما لعبتوش ليه؟ يعني لعيب مهم بالنسبه لك وانت بتجيبه علشان تريحه نفسيا، هل بيحصل ده؟ ما بقولش انا ما لعبتوش ليه، لكن بقول تملي اللي انا عاوزه منه، يعني وجهات النظر اللي انا عاوز اقولها للعيب او اللي ناقصه اللعيب تملي بقولها له يعني. ودي لازم من فتره لفتره بتبقى فيه على طول تواصل مع اللعيبه. لو انا حاسس ان في تقصير في اي نواحي سواء بدنيه او فنيه لازم اتكلم مع اللاعب. بعد فتره بجيب اللاعب بتكلم معاه، بقول له لازم في تقصير في الحته دي، لازم يبقى في تطوير في الحته دي، لابد الاداء يبقى بالشكل اللي مطلوب. بتوصله ليه ما بيلعبش يعني؟ بس ما بقولوش انت ما بتلعبش ليه، هي دي اللي مطلوب منك. ده انا ناقصني كذا، انت ناقصك كذا، انت ناقصك، لازم في التمرين يتعمل الكلام ده. تمام. بعد الماتشات الوديه تمام. كمان لو في ملحوظه هتفيدني مع لاعب معين انا عاوز اوصل له حاجه معينه طبعا لابد يبقى في وقتها على طول، يعني لو حصلت في مباراه وديه بالذات وانا لسه في لعيب ما بيلعبش او في مباراه رسميه بنتكلم عليها على طول بعد كده. عندنا طبعا التركيز كمان في مقتطفات كتيره جدا بتتم للخصم او لينا، بنحللها بشكل واللعيبه بتتفرج عليها بشكل متواصل على اساس يبقى في تطوير لكل النواحي اللي انت بتتكلم فيها يا كابتن. طيب بالمناسبه عشان افتكرت حاجه مهمه دلوقتي، في ماتش الاهلي ووادي دجله ضربه جزاء كانت على مؤمن ولا كانت على عبد الله السعيد؟ طبعا الواضح ان هي كانت على عبد الله السعيد. وهي جت في صدر عبد الله السعيد. وبعدين لما سالت انت لا احنا جالنا على طول، بيبقى على طول في اتصال تملي يعني بيننا وبين حد بره موجود قال لنا لا ان هي جت في صدر عبد الله السعيد. فطبعا كنا زعلانين. ضربه الجزاء اتحسبت على عبد الله يعني ولا على مؤمن؟ اصل الحكم شاور على عبد الله. هي اللي جال اهي على عبد الله السعيد في صدره. دي في صدره. فاحنا طبعا كان شويه قلنا، فحتى اما جال الحكم قلنا له بمنتهى الهدوء يعني او ما فيش خروج، احنا الكوره جت في صدر، احنا دلوقتي جالنا ان الكوره جت في صدر، هي مش ضربه جزاء، فبنقول له كده بس. فقال لا خلاص ضربه جزاء، التزمنا بس. بس خلي بالك هو بيشاور، بيقول له فيك انت. فعبد الله بيقول له عبد الله بيقول له فيك انت. فيمكن دي حصل، هو ده الخلاف اللي حصل. طيب هتساند الزمالك